اشرف كان ما كانش ان اكسيدون، حنا معاه وحنا فرحانين en tant que capitaine des performances. La réaction. في تطور جديد أثار ارتياح الجماهير المغربية، خرج اليوم مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي بتصريح رسمي بعد إصابة النجم أشرف حكيمي، والتي كانت قد خلقت حالة من الخوف والقلق بين المغاربة خلال الساعات الماضية. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إن كنت تعتبر حكيمي فخرا للمغرب وإفريقيا فلا تخجل علينا بالضغط على زر الاشتراك، ولا تنسى أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الركراكي قال في تصريحه لوسائل الإعلام: الحمد لله، تلقينا تقارير مطمئنة بخصوص حالة أشرف حكيمي، وضعه مستقر والإصابة ليست خطيرة كما كان يعتقد في البداية. حكيمي من الركائز الأساسية في المنتخب الوطني، ونتمنى أن يتعافى سريعا ليكون جاهزا قبل انطلاق كأس إفريقيا. وأوضح الركراكي أن الطاقم التقني للمنتخب الوطني على تواصل دائم مع حكيمي ومع الجهاز الطبي لناديه، مشيرا إلى أن اللاعب بدأ مرحلة الراحة والعلاج وأن المعنويات مرتفعة جدا. وأضاف مدرب المنتخب الوطني بنبرة مؤثرة: نعرف تماما قيمة حكيمي داخل الفريق، وندرك حجم المسؤولية التي يشعر بها تجاه وطنه. نحن نؤمن أنه سيعود أقوى مما كان، فالإصابات جزء من مشوار أي لاعب كبير. هذا التصريح من وليد الركراكي لقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه كثير رسالة مطمئنة قوية للجماهير المغربية التي عاشت ساعات من الخوف بعد مشهد سقوط حكيمي المؤلم في المباراة الأخيرة. وعبر الآلاف من المغاربة عن دعمهم الكبير للنجم المغربي بعبارات مؤثرة أبرزها: كلانا معك يا حكيمي، وعودتك ستكون بداية جديدة للأسود. ومع انتظار التقرير الطبي النهائي خلال الأيام المقبلة، يبدو أن الركراكي متفائل وواثق من عودة نجم المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض كأس إفريقيا بكل عزيمة وإصرار. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك هذا الخبر لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.